ما تيجوا نعمل حاجة حلوة وسهلة وكمان سريعة، مش تاخد معانا وقت ومن غير بوتاجاز ولا فرن ولا اي حاجة. حاجة سهلة وبسيطة وكمان من غير بيض ولا لبن. يلا بينا معاكم نعمل احلى تحلية سريعة وسهلة وكمان صيامي. اول حاجة هجيب معايا ربع كيلو من الكنافة. مش هنحتاج كتير، ممكن تستبدليه بالبسكوت بتاع الشاي عادي خالص، يعني تحطي يا كنافة يا اما بسكوت. هكسر الكنافة كده مطلعها من الفريزر. هكسرها كويس واضيف عليها حوالي معلقتين سمنة كده كبار، سمنة نباتي. وهقلب السمنة في قلب الكنافة كده كويس عشان تتغلف كلها كده بالسمنة وتتحمر معايا بعد كده وتبقى حلوة. هجيب بقى الصينية واحط فيها الكنافة يا اما تدخليها في الفرن وتقلبيها كل دقيقتين لغاية ما تتحمر، يا اما على البوتاجاز. عقبال ما نحمر الكنافة هعمل بقى المانجا. كده عندك كده مانجايتين، تعالي بقى نقطعهم مع بعض تقطيعة حلوة كده عشان يدينا شكل حلو كده وجميل. قطعناها كده مربعات صغننة. هخليها كده من القشرة، وطبعا يعني احنا مش هنعمل القشرة كده، يعني لازم ايه في كواليس كده. بس كده قطعنا بقى المانجايتين كده، نقطعهم قطع كده صغيرة عشان تدينا شكل حلو. وفرغي كده المانجا بتاعتك، تقدري تعمليها بالمانجا بالفراولة المتوفر عندك اعمليها بيه. بس احنا بما ان المانجا متوفرة عندنا بقى دلوقتي عشان الموسم بتاعها فعملناها بالمانجا. كده الكنافة بتاعتي اتحمرت كويس. هجيب بقى معلقتين من الشربات التقيل او من العسل النحل واحطهم كده على الكنافة بعد ما اتحمرت. بعد كده هجيب صينية بايركس او بولات صغيرة او اي صينية بقى موجودة عندك، هتحطي فيها الكنافة. وبعد كده هنسيبها بقى على جنب ونعمل الكريمة مع بعض. بقى حطيت كده نص كوباية من المية المثلجة، هحط عليها كوباية من الكريم شانتيه واديهم ضربة حلوة كده لغاية لما تتماسك كده معايا. وبعد كده نحطها بقى على الكنافة ونساوي بقى الصينية بتاعتنا كده كويس. طريقة سهلة جدا وبسيطة، بصي مش تاخد معاكي وقت، هتكوني في 10 دقايق عملتي تحلية. وبعد كده هنحطها في التلاجة او في الفريزر ساعتين كده، هتكون بصي تحفة كده وجاهزة معاكي، مش هتاخد معانا وقت خالص. بعد كده انا حطيت كنت حاطه المانجا في الفريزر عشان تبقى متماسكه معايا كده وحلوه. جبتها بقى وحطيتها على الكريمه كده من فوق. وبعد كده هدخلهم الفريزر 10 دقايق عقبال ما نعمل بقى حاجة كده نحطها على الوش، هتدينا تيست عالي وكمان مختلف. كده خلاص حطينا المانجا كده على الوش، هدخلهم الفريزر وتعالوا مع بعض نعمل جيلي مانجا عشان يدينا تيست كده حلو. وكمان بيدي طعم حلو كده الجيلي مع الكريمة مع الكنافة، حاجة كده طعمها حلوة جدا وكمان سهلة في تحضيرها. حطيت كده عبوة الجيلي وحطيت عليها كوباية من المية السخنة وقلبتهم كويس لغاية ما دابوا. وبعد كده هحط عليها كوباية من المية العادية يعني ساقعة، وهقلبهم مع بعض كويس وتهدى كده شوية عشان ما تبقاش سخنة، عشان لما اضيفها على الكريمة ما الكريمة بتاعتي ما تسحش وتبوظ مني. بعد ما هديت كده هنزل بيها على الكريمة كده والمانجا. طبعا الطاجن كنت حطاه في الفريزر فبرضه كان ساقع معايا كده عشان ما يبص مني او الكريمة تسيح. وبس كده حطيت الوش بقى هحطه ساعتين في الفريزر وبعد كده نطلعه. وبرضه عندي كده عملت بولتين كده صغيرين حطيت عليهم جيلي، ندخلهم بقى الفريزر وبعد ساعتين نقطعهم وندوق احلى حلو اتعمل. وكمان سهل وجميل ومش مكلف، يعني منجيتين شوية فراولة اي حاجة يعني تعملي بيها وكريم شانتيه. عندك بقى بسكوت كنافة، يعني حاجات سهلة كده وبسيطة مش مكلفة. وطبعا هتجيب الصينية دي من بره بمبلغ كده وقدره، فعملناها كده حاجة حلوة وسهلة وسريعة في البيت وكمان صيامي. طعمه بقى مش عايزة اقولك، الجيلي مع الكريمة مع الكنافة طعمها بجد تحفة. جربي الطريقة وقولي ايه رأيك، ويا رب يكون الفيديو عجبك. لو الفيديو عجبك متنسيش تعملنا لايك وشير واشتراك في القناة. وكنت معكم مطبخ